النهارده هقول معلومة عن خبيز القرص. أول مرة أعرفها المعلومة دي، فقلت أشاركها مع كل متابعيني علشان كلنا نستفيد من أي معلومة بنعرفها. النهارده هنعمل القرص دي. لو انت بتعملي قرص محشية جبنة، محشية لحمة، محشية سكر، أي حاجة تعمليها في الصينية علشان خاطر ما تنزلش الحشو اللي فيها في أرضية الفرن. إنما لو القرص من اللي هي العادية اللي احنا ما بنحشيهاش، هقولك على معلومة تفيدك للقرص. كنا احنا بنعمل القرص في الصينية علشان خاطر ما تلزقش في الفرن، او الارضية بتاعة الفرن بتبقى فيها ترابة او صدى. حتى لو عملتيها بقماشة مبلولة مية بيبقى دايما فيها صدى. وبعدين القماشة المبلولة مية دايما بتعمل طبقه من العرصه او من الحديده بتاعه الفرن، فبتاكل منها فبترق على طول، يعني تلاقيها بقت رقيقه وبتحرق الحاجه على طول. فانت تظبط الفرن بتاعك في النار، وفي الاول تقومي الدهن اول ما تولعي الفرن تجيب شويه زيت من اللي احنا بنعمله من قليه البطاطس دي، مفضينه من قليه البطاطس، وتجيبي قماشه وتمسحي الحديده بتاعه الفرن حلو بيها. وبعد كده وتسيبي الفرن والع لحد ما يطلع الدخان بتاعه خالص بتاع الزيت ده. بعد كده ترصي فيها القرص، ترصي فيها كميه القرص اللي انت عايزاه على قد ما الحديده بتاعه الفرن بتاخد. انما احنا بنعمل في الصينيه يا دوب بس بتحطي 3 4 في الصينيه بس، فبتاخدي وقت كتير وبتاخدي غاز كتير. انما ده بترصي الارضيه كلها بتاعه الفرن، فبتخلصي الكميه بسرعه. ودي المعلومه بتاعه النهارده اللي حبيت اشارككم بيها، واشوفكم في فيديو جديد.